السلام عليكم، مرحبا بكم. هنا كما كتلاحظوا عاملوا بثلاثه ديال المكونات اللي هما اللوز محمر والعسل ديال الليمون وزيت الزيتون، واللي متوفر عنده زيت ارغان ممكن يستعملوا. مهم بثلاثه المكونات كيطلع غزال ما شاء الله، خصوصا الا كانت الزيت البلديه، يعني زيت الزيتون كتكون حلوه، يعني كيطلع لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. هكذا الفطور ولا الكوتي، يعني لوليداتكم تعطيوهم شي حاجه هكذا صحيه وشي حاجه مصايبه في الدار، يعني نقيقيه، شي حاجه اللي تعطيها لوليداتك وانت مطمئنه عليهم. وبصراحه احسن فطور او كوتي هو هاد املو، هذا من الاحسن الانسان يصايبه في الدار ويقدموا لوليداته. مهم الفيديو كامل على القناه. مرحبا بكم.